85% منه سم، ده مهاجم. يعني هي ايه السبل والطرق اللي توصلنا للنفس المطمئنه الهاديه المرضيه والراضيه دي؟ بس في سبل تانية بقى هي اللي بتبعدك وانتي مش واخده بالك ان هي بتبعدك. زي يعني مثلا في ناس جولي طيب يا دكتور انا بعمل 1 2 3 وبعمل الكورسات كذا وبعمل وبحضر والله يا دكتور اللي انت قلتي عليه وبعمل كذا، بس في حاجه عندي ناقصه. ليه بقى؟ ما هم بيروحوا في علوم تانية يشتغلوا عليها، العلوم دي بتسلب منك الطاقه وانت مش واخده بالك. ايه رايك في علم الطاقه؟ بصي هقول لك على حاجه، علم الطاقه انا حضرت كورس فيه، الكورس ده كان كبير جدا. لو هقول لك مثلا انه في 10% منه جميل او 15% منه جميل، بس 85% منه سم في العسل. مش السم، ده مهازل. مهازل. احنا في نسخ متعدده، واحنا واحده تقول للتانيه هو انت كنت في جسد مين قبل كده؟ قلت لها انا كنت في جسد جده مش عارفه مين. والله بيتكلموا بعد كده. بصي انا اسماء، انا داخله من بارض صلبه. ليه؟ انا في ترمومتر جوايا اسمه ربنا. فانا رايحه مش في حاجز حواليا اللي هو البرزخ بقى اللي انا بتكلم عنه بتاع النفس المطمئنه الجميل الفطره الحلو ده، فانا مفيش حد هيضحك عليا. فاهمه قصدي ايه؟ انا في ترمومتر جوايا بربنا، انا عارفه ايه الصح اللي ادخله اللي هو يتوافق مع كلام ربنا فقط. وطبعا الكورس كله في حاجات